السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه التشارك المسكر على اصوله. راح نحضروه خطوه بخطوه ويجي بزاف هايل، يجي طري يذوب في الفم. يعني كامل اللي ما ينجح لهاش التشارك المسكر ولا يعني الحشو تاع التشارك ثاني يجيكم يابس ولا يقعد مده ويبس لكم. تبعوا معايا الوصفه حتى الاخير، راح يخرج لكم من اروع ما يكون، يجي يذوب ذوبان في الفم والعقده تقعد طريه لاطول مده. نبداو بسم الله وعلى بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. ما تنساوش تخلي بجنب الفيديو وربي يحفظكم ان شاء الله. نبداو بسم الله. هنايا شوفوا، هنا حضرت كميه كبيره، يعني هنا ماشي يعني كبيره بزاف، لكن حوالي كيلو تاع الفارينه. هنايا درت 3 كيلات تاع الفارينه كما شفتوا عند هذاك الخط تاع هذاك الطبسي. زدت ملعقه كبيره تاع اللافاني مع رشه تاع الملح. هنايا اللي يحبوا الميزان نديروا كيلو تاع الفارينه مع 550 غرام تاع السمن، ولا يعني نخلطوا ما بين السمن والمارغرين. انا درت هنايا السمن وحده ونزيد عليه هنايا شويه تاع الزيت، يعني نوصلوا عند هذاك الخط كما درت الفارينه. كما راكم تشوفوا هذا الخط اللي راني نوري فيه، يعني في الكيلو نديروا 550 غرام تاع السمن ولا تاع المارغرين، نزيدوا لها شويه تاع الزيت. يعني نديروا 500 غرام تاع السمن ولا تاع المارغرين، وهذاك ال50 غرام نديروه زيت. نبسس مليح الفارينه تاعي مع السمن ولا يعني مع الليدام، حتى اللي كيما راكم تشوفوا هذاك السمن يدخل كامل في الفارينه. نبسوه مليح ونحكم مليح الفارينه هكذا ما بين يدينا مع السمن. ونجيب هنايا بعد ما نكمل نجيب كيلة غير ربع تاع نص الماء يعني ونص مزهر، يعني كيلة غير ربع ما بيناتهم ماء ومزهر. ونبدا نرش في العجينه تاعي ونلم حتى اللي نشوفوا هذوك الخطوط البيضاء هكذا بداو يبانوا في العجينه. يعني نتحصلوا على عجينه تكون طريه. كي نشكلوها هكذا يعني كي نعبزوا عليها ولا كي ندوروها ما تتشققش. هنايا العجينه تاعنا لازم تكون طريه. كما قلت لكم لازم كي نحطوا لها الكميه تاع الماء والمزهر، كي نبداو نشوفوا هذوك الخطوط البيضاء في العجينه ثم يعني نحبسوا. نغطيها ونوزنها. انا العجينه تاعي وزنتها 30 غرام ولا 35 غرام عفوا، ونخليها بديه تريح. بالنسبه للحشو هنايا البنات انا حضرته بالكاوكاو، وانتم تقدروا تحطوا اللوز ولا اي مكسرات يكونوا عندكم. حطيت 3 كيلات تاع الكاوكاو يكون محمص ومرحي متوسط، يعني ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين. زدت ملعقه كبيره تاع لافاني، رشه تاع القرفه، ونص كيلة تاع السكر عادي، ونزيد ملعقه صغيره تاع تكون معمره مليح تاع المارغرين. نجيب هنايا كميه تاع المزهر ونبدا نشمخ كاول خطوه هذاك السكر، نشمخه مليح ونبدا نخلط فيه مع الكاوكاو ونجمع هكذا بالمزهر حتى اللي نتحصلوا على حشو يكون طري. من الافضل يعني نديروه طري شويه بزياده في الاول، لانه الكاوكاو يشرب. نخليوه بجيه يعني كي نروحوا نخدموا الى لقيناه زعما نشف بزاف نزيدو نشمخوه شويه. وهنايا باش ما يبسلكمش الكاوكاو البنات ما لازمش طيبوا الحبات تاعكم بزاف، يعني نخليوهم شويه يعني ذهبي، ما يكونوش طيبين بزاف باش ما يبش معاكم. نجيب هنايا الكرات تاعي كما قلت لكم وزنتهم 35 غرام، والحشو درتو 12 غرام. نحلها هكذا بهذا الشكل كما راه موضح. نحط الحشو تاعي ونبدا نلوي في العجينه، وميم طون نخرج هذاك الهواء اللي يكون لداخل، باش يعني التشارك تاعنا كي يطيب ما يديرش هذوك الفقاعات. نخرج مليح هكذا الهواء ونشكل التشاركه تاعي. نحاول كيفاش الطرف ما نديرهمش رقاق بزاف باش ما ينحرقوليش في الفرن. كما راكم تشوفوا هذه هي التشاركه تاعنا. يعني اللي يحب التشارك تكون كبيره نقدروا نديروها حتى ل 45 غرام، يعني 35 راح تجي يعني الحجم تاعها يكون معقول. نزيد حبه واحده اخرى نحلها هكذا مليح. وهنا دائما نطلعوا هكذا الاطراف غير بالعقل. نحاول كيفاش نزير على الحشو باش هذاك الهواء كامل يخرج، ونلويها بهذه الطريقه. نحاول كيفاش نسوديها مليح، وهذيك الحله اللي تجي من تحت ولا الغلاق تاعها نديروها من الجهه التحتانيه هكذا، ونشكلوا التشاركه تاعنا بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله بزاف. ونحطوها هكذايا في صنيوه. نجيب هنا كوردون ونثقبهم كامل، ندير لهم 3 ثقبات هكذا بهذه الطريقه هكذا باش الهواء هذاك يخرج لنا.
والفرن تاعي راني مشعلته من قبل، نشعلوه ب 15 دقيقه من قبل على 180 درجه. هنايا التشارك تاعنا بعد ما نشكلوه نحاول كيفاش نخليه ما ندخلوش ديريكتومون للفرن باش ما يتخسرش الشكل تاعو، على الاقل نخليه ربع ساعه في الفريجيدار، ولا نخلي الا قدرنا نخليوه هيبات نخليوه هيبات هكذا باش الشكل تاعو يكون يعني يحافظ على الشكل تاعو. هنايا بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا دا لون ذهبي، ما نخليوهش يعني بيض بزاف، نخليوه شويه يكون كيما راكم تشوفوا ذهبي، ونحيوه نخليوه يبرد مليح. ونجي هنايا نسكر التشارك تاعي. انا هنا البنات ما نكذبش عليكم ندير الشربات تاعنا تاع زمان، ندير كاس ولا نص كاس تاع الماء تاع السكر عفوا، مع كاس ونص تاع الماء، نخليه يغلي 10 دقائق. بعد ما يغلي نطفي عليه وندير له ربع كاس تاع المزهر، نخليه يبرد مليح. ونجي نحط هكذا الحبات تاع التشارك تاعي. يعني هنا واش تحبوا تعمل الحبات اللي تكونوا حابين تسكروهم، صا ديبون هنايا السكر غلاس اللي عندكم، بالخمسه ولا بالربعه حبات نحطهم هكذا في كسكاس يقطروا كيما شفتوا. ندخلوهم برك في الشربات دخله وخرجه، نخليه يقطر شويه، ونجي ندخلوه هكذا في السكر غلاس. السكر غلاس تاعنا لازم نغربلوه هكذا، نخليه داخل السكر غلاس، نحاول كيفاش نغطيه مليح، ونخليه حوالي 2 دقائق ماشي كتر باش ما ينشفش عليه هذيك السكر الناعم، ويدير لنا هذيك الطبقه الخشينه من الفوق. نخليها غير 2 دقائق برك ونرجع ليه باش ما تلصقش كميه كبيره تاع السكر غلاس وتجينا هذيك الطبقه الخشينه من الفوق. بهذه الطريقه نحاول كيفاش نزير عليه غير شويه وننفضهم مليح. في الاخير بعد ما نكملهم كامل نحطهم هكذا في سنيوه، ونجيب صفايه ونرشهم كامل. بهذه الطريقه نحاول ندير لهم كميه يعني حتى اللي يتغطاو مليح ويعطيهم شكل شباب. بهذه الطريقه نرشهم كامل بالصفايه، ورايحين نتحصلوا على تشارك على اصوله على الطريقه التقليديه، يجي يذوب ذوبان في الفم، يعني يجي بزاف هايل. شوفوا ما شاء الله كيفاش يجيو الحبات شابين. وهذاك السكر غلاس مغربل من الفوق، يعني ما نكثروش في الاول، في الاخير برك نغربلوا عليه كميه تاع السكر غلاس، ويجي من اروع ما يكون. تحضروه ان شاء الله بالصحه والهنا، يجي يذوب في الفم وبزاف بنين، وهذيك العقده تجي طريه وتقعد طريه لاطول مده. برك هنايا نعسوهم مليح في الطياب، ما نخليهمش يتحرقوا لنا من تحت باش هذاك الحشو ما يتحرقش ويعني وما يبش معانا. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا، يعني يجي يذوب ذوبان. ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش تخليوا جيم للفيديو وتعليق، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. تهلاو في رواحكم، سلام.